يا شباب حياكم الله. انا عارف انك قلقان وعارف انك خايف وعارف انك مرعوب. هتقولي ايوه يا معز، انا فعلا قلقان وخايف ومرعوب عشان امتحانات نص السنه. انت ايه يا ابني التفاهه اللي انت فيها دي؟ نص سنه ايه وكلام فارغ ايه؟ الموضوع اكبر من كده. انت خايف عشان كاس العالم للانديه، وخايف بالاخص على الاهلي عشان مستواه بقى في النازل، لانه بقى في اخر فتراته بقى بيتعادل مع فرق متواضعه جدا زي جواد حسني وزاويه نعيم وميت بز. اتكلم يالا عدل يالا. وخسر بطولتين في اقل من شهر، فانت حقك تخاف. بس طالما المعز عمل لك فيديو للموضوع ده فلا تخاف ولا تقلق، لان انا النهارده جاي اطمنك واقنعك واقول لك ان ازاي الاهلي هياخد كاس العالم للانديه السنه دي. ده بجد؟ فورقه وقلم والاله الحاسبه يا سيدي الكل، وتعالى نحسب. في البدايه انت مخضوض اكتر كمان من ماتش الاتحاد اللي فات. يا اخراج، قصدي على الاتحاد التاني. التاني ماتش الاتحاد واوكلاند سيتي هو ماتش يخوف في الحقيقه. يمي خاف يا عيني، لان حرفيا من بدايه الماتش والاتحاد نازل دعك وعجن وطحن في الفريق المغمور ده، لدرجه ان اوكلاند سيتي مش كان نفسه يلعب ويروح بهجمه، لا ده كان نفسه يفهم ايه اللي بيحصل. تعرف في ايه؟ انا تعبان. وموجز اللي حصل في الماتش ده بعيدا عن سيل الهجمات اللي في الشوط الاول، هدف رومارينيو في الدقيقه 29 وهدف الحاج كانتي في الدقيقه 34. واحلى حاجه بقى في الماتش هتقولي هدف الحكومه طبعا، هقول لك لا، حكم الماتش كانت اموره قوي يا ليلى. وفضلت النتيجه 3-0 لحد نهايه الماتش. ايه ده، هي دي الحكم؟ ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان وكانوا بيلعبوا على الواقف في الشوط الثاني عشان ما يتعبوش نفسهم، وانت اكيد عارف ليه، عشان يخزن مجهود اللعيبه ده في ماتش الاهلي ويجيب حق الهلال. مين اللي ضربك يا؟ اسال امك. وفي ايه؟ بس انا مش عايزك تقلق، لان الاهلي هيكسب الماتش ده ان شاء الله. وهقول لك 3 حاجات تطمنك ان الاهلي هيكسب الماتش ده. اول حاجه هي تناغم واندماج وفهم لعيبه الاهلي لبعض بالذات قدام المرمى. تاني حاجه قوه وصلابه دفاع الاهلي. تالت حاجه بقى سرعه تبديلات الاهلي في الشوط الثاني. ما تفهمش هو بيحوشهم لاخر السيزون ولا داخل بيهم جمعيه اخر الشهر. ما علينا، الاهلي كده هيصعد من الماتش ده مستريح، وطبعا هيبقى بسبب ال3 عوامل اللي ذكرناهم من شويه. طبعا. واحب اطمنك كمان ان الاهلي لاول مره مش هيقابل بطل اوروبا في طريقه، فمن الاخر كده المركز الثاني على الاقل خالص من نصيب الاتحاد، قصدي الاهلي من نصيب الاهلي. فبكده الاهلي هيصعد وهيقابل فريق فلومينس البرازيلي. هتقول احنا عدينا لك بتاعه الاتحاد، هنكسب بقى البرازيل ازاي؟ شوف يا باشا، الفريق ده بالذات مفيش اسهل منه. احنا هنهزر مع بعض، ده اسهل كمان من فريق سموحه اللي ما كنتش عارف تكسبه في الدوري. انت راجل لانك لما تكسب الاتحاد مشجعين الاتحاد هيضطروا يشجعوك قدام الفريق ده، وهيبقى ليك الافضليه في الملعب. ونحط عليهم كمان بقى شويه الاهلي بمن حضر وحبه من روح الفانيلا الحمراء ورشه ذا ماستر اوف سسبنس وهي ماشيه. يلا قول. وكمان انت شكلك نسيت صفقه الموسم بتاعتك، انك اتعاقدت مع احسن خط نص ملعب صغير، والراجل ده من ساعه ما جه وشه حلو عليك جدا. فاطمن، انت كده هتكسب فلومينس البرازيل. نيجي بقى لاهم واحد في الموضوع ده وهو بطل اوروبا اللي هو فريق السيتي. يعني ده بقى هتكسبه ازاي؟ بص انا مش هقعد اقنع فيك واتكلم معاك كتير، مش هتتكلمي كتير، بس انا هسالك سؤال بسيط جدا. انت بقالك قد ايه بتلعب في كاس العالم؟ هتقول لي كتير. مش عارف الرقم اصلا. انت شاركت في كاس العالم 9 مرات، والسيتي بقى شارك كام مره في كاس العالم؟ هتقول لي مره واحده. اذا الاهلي يكسب بالخبره. وهوبا ساعات في النوم الفرشه مجنونه.